اهلا اهلا. تعالوا النهارده نعمل الترند الجديد، ايس كريم الجيلي. كله بيقولك ده تحفة. يلا بينا النهارده نجربه ونشوف عملناه ازاي. وانا جربته هقول لكم هو حلو ولا وحش وايه الغلط اللي فيه، وهو ينفع فعلا ايس كريم ولا ما ينفعش. طبعا هو شكله جميل جدا. يلا بينا نبتدي الفيديو، بس اللي لسه ما يعرفنيش انا مطبخ ست هانم، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. يلا نبدأ ونقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. انا هنا معايا كيسين جيلي، هعملهم بالطريقة العادية جدا، بس هيبقى الجيلي تقيل شوية، مش هيبقى زي العادي. تمام. طيب حطيت الجيلي كل واحد في كوبايه كده لوحده منفصل، لان انا عامله كوبايتين. ماشي. طيب غليت الميه، هحط كوبايه هنا وكوبايه هنا، كوبايه ميه سخنه. تمام. وهقلبهم كويس قوي. وبعد كده هنزل بنص كوبايه ميه تاني. تمام كده الخطوه دي. كوبايه اهي، وكوبايه ميه سخنه بتغلي في الكوبايه التانية. طبعا انتوا عارفين ان الجيلي لازم يتحط فيه ميه سخنه. وبعدين هقلب وهحط فيه نص كوباية مية كمان. لحد هنا احنا كده ايه تمام. طيب هنعمل ايه بقى الخطوة الجاية؟ واستنوا لحد اخر الفيديو، هقول لكم حاجة مهمة جدا عن الايس كريم ده. انا قلبت وانتوا طبعا عارفين معايا بالصراحة، يعني انا لو في حاجة ما بتبقاش مظبوطة او بتبقى فيها تركة غريبة كده عليا، انا بقولها لكم، وبقولها لكم والله العظيم بما يرضي الله وبالصراحة. انا هنا خلصت الكوبايتين وقلبتهم كويس، وهبتدي احطهم في التلاجة في الفريزر عشان انا كنت مستعجلة شوية. طيب بدأت جبت كيس كريم شانتيه ونص كوباية لبن ساقعة، نص كوباية واحدة، مش حطيتش الكوبايه الكامله، ما حطيتش لبن كامل يعني كله، علشان يطلع لي الكريم شانتيه تقيل شويه. وبمضرب الكهرباء هبتدي اضرب فيه كده كويس كويس لحد ما يعمل الفوم والشكل بتاعه الجميل اللي احنا متعودين عليه. طريقته سهله جدا وبيطلع متماسك، وبسم الله ما شاء الله بيطلع ناجح جدا جدا. وفي الخطوة دي الجيلي كده جاهز، وبسم الله ما شاء الله طالع جميل وجامد زي ما انتوا شايفين، ما بيقعش خالص من الكوباية، لان انا قلت لكم انا عاملاه تقيل علشان نشوف هنعمله في الخطوة ديت ازاي عشان ينفع ايس كريم. طيب انا حطيت الكوبايتين، طبعا الكمية كانت ما شاء الله حلوة جدا. وبدأت جبت المضرب الكهرباء بتاعي، وبدأت طبعا اخلط تاني او اضرب تاني كويس جدا جدا لحد ما بدأ القوام يتماسك معايا. بس هنا انا لاحظت حاجة بصراحة، لما بدأت اضرب فيه كويس جدا حسيت اللي هو قوامه نفس قوام الجيلي، يعني هو متغيرش. تمام. فطبعا حطيته في البولة بتاعتي او في القالب بتاعي، سوري، وحطيته في الفريزر. انتوا حتى تلاحظوا اللي هو يعني عامل زي الجيلي برضه. سويته كده وبعد كده حطيته شوية، ورجعت تاني بعد ما مسك شوية جامد شوية بسيطة، خلطته تاني، ضربته تاني قصدي بالمضرب الكهرباء. فلما ضربته تاني بالمضرب الكهرباء بعد ما هدي شوية وفضل قاعد في الفريزر حبة، رجع بقى القوام بتاعه نفس قوام الكريم شانتيه، بس تقيل بقى اللي هو زي الايس كريم، والمطة بتاعته كده بس ايه مظبوط. تمام. حطيته في القالب، وطبعا عينته في الفريزر لحد ما ايه ما جمد خالص كده. طيب انا قلت دلوقتي هزينه. هنا انا لسه طبعا ما دقتوش خالص، وبدوقه وبجربه معاكم اهو لاول مره. تمام. عملت البولات بتاعتي، طبعا هو طالع حلو. القوام بتاعه بالنسبه لي طالع كويس، يعني عملته كده بتاعه الايس كريم، طلع معايا والدنيا تمام لحد دلوقتي. طيب انا لاحظت فيه اللي هو مش مديني المطه بتاعه الايس كريم بصراحه. يعني انا لما انا عملته ما لقيتش فيه المطه بتاعه الايس كريم، بس هو اعطاني شكل بولة الايس كريم او كورة الايس كريم. تمام. فكانت عجباني الشكل يعني كان عاجبني جدا جدا الشكل بتاعه. قلت لما اعمل واحده تانية، وطلعت عندي الصوص بتاع الشوكولاته بتاع اللي انا كنت عاملاه معاكم،
وكان طعمه خطير خطير عليه. بصراحة الميكس طالع تحفة، يعني الشوكولاتة مع الايس كريم ده خطيرة. طيب هي بس المشكلة بالنسبة لحد دلوقت اللي هو مش مدين المطة بتاعة الايس كريم، واكيد علشان هو جيلي. يعني اللي انا لاحظته فيه اللي هو مش مديني مطة الايس كريم لان هو جيلي. طيب عملته وطالع طعمه تحفة. طيب ايه الغلط اللي انتي عايزة تقوله لنا؟ بعد ما انا حطيته ودقته وطالع طعمه بالنسبة لي جميل بصراحة، واي حد هيدوق بصراحة طالع حلو حلو قوي 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 مع الشوكولاتة مع كل حاجة. بس انا بالنسبة لي اللي هيقول لي اعملي تاني هقوله تمام، بس هو بلاش نعمله ايس كريم، ممكن نعمله لوليتا. يعني احنا لو احنا عايزين نجرب ايس كريم الجيلي، عشان اقول لكم من الاخر يعني الفيديو، عايزين نجرب ايس كريم الجيلي نعمله لوليتا، ما نعملوش ايس كريم. ليه؟ لان الايس كريم لما بيبقى فاكهة بيبقى طعمه احلى احلى بكتير، بيبقى ايس كريم. تمام. طيب احنا لو جربنا ده هنعملها، هنعملها وهتطلع حلوة. يعني الوصفة طالعة حلوة وناجحة، وطالعة زي ما انتوا شايفين متماسكة وظريفة، يعني حلوة جدا. طيب ايه الغلط اللي احنا هنعمله؟ لوليتا مش هنعمله ايس كريم. بس كده، يعني نجيب وقتها الاكياس بتاعة اللوليتا ونعمله، هيطلع حلو، هيرطب على قلبنا، خفيف ظريف كده، وهيعجبنا جدا جدا جدا. انا قلت لكم بما يرضي الله الخطوة دي اللي كانت مش عجباني في الايس كريم، بس هو طالع جميل، ما ادانيش المطة. لا، وهنعمله لو عملناه لوليتا. بس كده اللي انا عايزه اقوله لكم في الفيديو. يا رب اكون فدتكم وقلت لكم على الخطوات بتاعتي، وبما يرضي الله قلت لكم هو ينفع ايه. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد مع مطبخ ست هانم. مع السلامه وبألف هنا.